السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم كامل في جولة صغيرة عندي في مطبخي. هذا المكان اللي نقضي فيه نص نهاري. اليوم حبيت نوري لكم مطبخي من قريب، وش رايكم فيه؟ راح نوريه لكم قبل كيفاه لقيناه، وخطوة وخطوة كيفاه رجعناه. أول حاجة درناها هي صبغت الكوزينة والباب، بعدها شريت غلفت الفايونس بالورق اللاصق. ديريكت مع الدخلة تلقاو الفريجيدير، بعدها تلقاو مباشرة البوطاجي. كيما البوطاجي نحاول ديما نخليه فارغ، أصلا هو ضيق أنا ما نحبوش يكون شاطي، نحبو يكون فارغ. حاطة تاع الحبوب، وفوقها نتاع التوابل. كيما التوابل الحاجة اللي نستعملها نحطها قدامي، واللي مانيش نستعمل فيها نحطها باه ما نظلش نقلب. بالنسبة لتحت البوطاجي عندي فيه زوج جهات. بالنسبة للجهة الأولى حاطة فيها الأواني، حاطة فيها هذوك العلب تاع السكر والقهوة والملح، حاطة قرعة الزيت، وحاطة نتاع الملعق. بالنسبة للجهة الأخرى اللي هي تحت الحوض، حاطة فيها البورتمونجيات تاع زوج، وحدة خاصة بالفرينة وحدة خاصة بالسميد، وحاطة فيه الباسينة تاع الغسيل تاع الماعن، وحاطة فيه سلة دايرة فيها الحوايج اللي يكونوا زايدين عندي. بعدها نجيو للكوشة. كيما الكوشة حاطة فيها البلاوات، وحاطة فيها بورتمونجي خاصة بمواد الحلوى، دايرة فيها قاع أي حاجة عندها علاقة بالحلوى، باقي نجي نخدم حلوى نجبدها ديريكت. كيما فوق الكوشة حاطة هاديك حاطة سلة دايرة فيها الطراشن ودايرة فيها البريكات. وحبيت نقول لكم حاجة يا البنات، شحال المطبخ ما كاش مطبخ كامل، وما كاين حتى بيت يشبه للآخر. المهم انكم تكونوا قانعين بالمطبخ تاعكم ولا بداركم، حتى لو كانت صغيرة، حتى وما تقارنوا رواحكم بحتى واحد. راه كل واحد وطاقته، كل واحد وظروفه، والمهم الفايدة في النظافة والتنظيم والترتيب، هذه هي، والبركة في القليل، والمهم القناعة. إن شاء الله تكون عجبتكم الكوزينة نتاعي، والمهم ما تنسوش ديروا النجام والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو في الفيديو القادم، وسلام.